أنا على مين مشتاق. مس يوستو وحياة الله. عندي كتير اخبار بدي اخبركن اياها اليوم. عندي كتير اشي احكي لكم اياها. واخيرا محتوى هيك صار الموضوع بيناتنا هلا. هيك صارت علاقتنا. حليان عن الستوري مشان فاجئكم. طمنوني عنكم اول اشي. قولوا لي كيفكم انتو. مناح لزوزين. كأنه مزبط شعره. مش مزبوط يا رورو. ظابطين من الله. فات من النوم هيك. حيو علوش. اذا حبيبك حمادات البس له احمر. المرة الجاية البس بينك. ايه بركي السبت. عم شوف حسب التوقيت يعني. ابو الحكم العظيم يعني. يوبرني ربك شو بحبك. شو سر نكشة شعرك؟ لك تذكرني اعطيك رقمي انت تصير فيه. انفك صغران. عملت عملية ستور بتعرف. مش هيك كنت مختفي انا. بحسك متزوج من ورانا. متزوج عن تور ليك وعم بصفر لي. بس ولا ناطرين جديدك بإذن الله. قربت الدوالي كتير قربت. ليكي بشرفك حاط تليفون على الشرجر. بس فوتي عن طول لهون. يلا بكور. أحيي الأكابر كلها. وأنا على عيني ال30,000 جميعا. سمعت إنك بتحبني. مزبوط. طب تو أحكي لكم. هلا عنا أغنية دوالي حتكون آخر غنية بالموسم تقريبا. بس ما تفل حتكون أول الشتوية. حتنزل هيك بنكون كفينا الألبوم تبعنا. وبنكون تخطينا فكرة إنه أغنية واحدة وصرنا عاملين يا ليل العين وصبرا وخدني وسميتك سما وبفتيكي ووين وما بعرف كتير كتار. لهون لهون أعطيني يا لهون. تحت شيلها. تحت عنتور. سلم عنتور سلم على الحمادات اشتاقولك. شو اعطيني نتشه. طب اعطيني نتشه. اوكي المهم مالنا بعنتور. بتحاقر بس دلله مثل كل الناس اللي بعرفهم بحياتي. المهم فعنا بس ما تفل. والحمد لله كانت كل حفلاتنا يلي عملناها لحد هاي اللحظة ناجحة. خصوصا بين قوسين حفلة أعياد بيروت الأخيرة. كانت من أكبر الحفلات يلي صارت. وأجملهم بالنسبة لإلي. وهلا بعد في عنا حفلة واحدة بعتقد بلبنان قبل ما نسكر الموسم هون يعني. بعدين في هيك غياب صغير عن لبنان او عن المنطقة كلياتها. فبعد في حفلة بعتقد حتصير ببيروت قريبا. وبعدين حنختفي لنا فترة صغيرة نكون عملنا حفلات بتكفي المنطقة. شو شعوري وانت عملتيلي فولو؟ بحبكن جلدكن بعدلكن يا شوية حمادات. شو الأحمر. تكرم برهوم. تكرم.
ابو الحكم منورنا باللايف، كبيرة هاي والله. عاملك عملوخية يا كلب. بدك تصير عملوخية؟ بدك تصير عملوخية؟ عض. عضيتني؟ الله يلعن امك. امك عنتورة وينه؟ تجي تربيك؟ بس عض. ماشي ماشي يا حقير، عيني عليك. نتشاوف، حاكيني نتشاوف. شوية عنتور. ايه المهم، فوين كنا؟ ايه عنا اعياد بيروت، نزل من يومين عنا ببونتا كانا، بس هي شوي بعيدة. قريبا امريكا، اوروبا كتير قريبا، المانيا، سوريا، مصر، ليبيا. هاي السنة مثل ما وعدكم باولها رح تكون مولعة. وبعدها شو بعدها؟ بس ايه قطش لي سلسلة افكار الحقير. بس شو؟ ها سمعوك؟ شو يا الله عنتو، يا الله ما تجيبوا انا، يا الله ما تجيبوا. اعطيني عضة، اعطيني عضة من الراس. انا ابدا مالي عنيف. ايه فان شاء الله دوالي قريبا، بس لانه وين فاجأتنا بسرعتها، اذا بدكم بانتشرت بطريقة الحمد لله مثل ما كنا متوقعين واحسن. لهيك هدينا شوي على دوالي، بس منا كتير بعيدة، وباقي الحفلات جاي. وبس هي اخباري. انا خلصوا قاعد بالبيت ما عم بعمل شي، وبحس انه بعد موجة الحفلات هي والاغاني يلي حتكسر الدنيا من هون للفترة الجاية. بعدين هيك بعتقد اني بختفي لي فترة، بحس انه انا بحاجة. بس مهم بحس يا اخي سماني ايه، بحس انه انا بحاجة اني اختفي لي فترة هيك لارجع اقرا وجمع افكار جديدة يعني. شو انت اللي شو عم بحكي لهم انه بدي جمع افكار جديدة عن الكلمات والالحان، وصار بدي مخزون ثقافي جديد. انت اللي شو؟ ها شو بدي اختفي. انا حاسس انه انا حاطط بالبيت صوت الحمادات او صوت الضمير، انه شو بدك تختفي؟ ها شو بدي اختفي؟ يلا يا شوية عنتور. بس حنضل نتناقر انا وياك هيك؟ في 31,000 بني ادم ناطرينك لتسكت لأعرف حاكيهم. ما بدي اسكت. ها شو لف الكاميرا عليه. ها شو بدي اشوفك انت عم تحكي. شو ها انتو انت صح ثقيل بس مهضوم. ثقيل بس مهضوم يعني بتقطع. رواق اعطيني بوسه، اعطيني بوسه بس لا جنان، اعطيني بوسه. خلص انا ما بدي بوسه، ما بدي بوسه. يلا بطلت، روح بعد عني. يلا حل عني. يلا ما بقى تقرب مني. حردت. وين التلف؟ المهم انتو شو جا عبالكم؟
اقسم بالله بعملك ملوخية، اسمها ملوخية ببغاء. انتو شو جعبالكم بالفترة الجاية؟ يعني توالي ولا بس ما تفل اول مثلا؟ حسب، مهتم اسمع آراءكم. اذا مكئبين خليني انزلكم بس ما تفل، هن الاثنين كئيبين بس انه حسب. حب وحنان يا كيمو. انا بلشت اعصب، انا بلشت اعصب. شو سر كثافة دقنك؟ اللهم طولك يا روح ويا بال ويا دقن. بس هيك بدعي الصبح تطول دقني. ايه بالفترة الجاية معناتها مثل ما اتفقنا، بس ما تفل يعني بس ما تفل. تخانقوا، يلا تخانقوا قدام العالم، افضحونا، يلا افضحونا، ورجوهم انه عنده جمهور زعران عم تخانقوا على غنية. عضوا بعض، خراس انت، خراس. خي اعرف حاكيهم بهدلهم، بيضلوا معلقين قدام العالم بيتخانقوا بين بعض. يلا انا حقرر، الثانية دوالي وعلى الشتوية بس ما تفل، عشان تعرفوا تتخانقوا قدام العالم. قلنا لكم بالجروبات نحن متفقين بين بعضكم تخانقوا. لا ما بعملكم كفين، بس عيب تتخانقوا قدام العالم يعني، عيب. نحن متفقين على هذا الموضوع، بس بعتذر. شو هلا حقول دوالي وبس ما تفل على الغنية اللي بيقول عليها شو هي بتنزل اول. انه الشامي كيف اخترت غنيتك؟ قال عنتور. شو سهل الحياة، عندي جمهور بيحبني، شو ما نزلت بيمشي الحال، يقبرني ربكم. ايه عنتور دوالي. ها ها اخترنا، شفتوا كيف؟ قلت له دوالي قال لي شو، انا ما دخلني. شو لا انتو سمعتوا؟ اقسم بالله ما نكشته. انا كل ما بيجي بقول بدي بريك من الحفلات ومن كل شيء، برجع بشتاق لكم قبل ما انتو تشتاقوا لي. بدنا نلاقي حل، بدنا نلاقي حل ناخذ مسافة امان بين بعض لتدوم العلاقة، عشان تضلكم عم تشتاقوا لي. انا هيك اذا انتو هلا انتو دايما مشتاقين لي الحمد لله رب العالمين، بس حسيت هيك انه اذا انتو بلشتوا تدللوا علي زيادة ترى بهيا. هاي تعرفوني انتو صح ولا لا يا عنتور؟ شفتوا كيف؟ شفتوا؟ لحاله شهد. انا بزعل، بنفس الوقت ما بخليكم تشتاقوا لي كثير يعني. شدوا رخي شدوا رخي. مو هلا شو، بس لما احكي شي بدي شهدك عليه. كم مرة متفقين؟ بس بدي شهدك، قول شو. الحمادات بجننوا ولا لا؟ الحمد لله قال شي، فكرت بغار منكم. هو بغار منكم يعني. اكتر اثنين بهتم فيهم بحياتي انا عنتور والحمادات. الصراحة انا داخلي من الوحدة، بيت سياح نياح قاعد انا وعنتور. شو يا عنتور جيب لك ضرة؟ جيب لك ضرة ولا لا؟ ها بدي ضرة يعني جوزوني، خلصت. قال عنتور انا زي ما بوثق برأيه، هو عايش معي وبيعرف الطبخة كلياتها. انا حزين ولا مو حزين يا عنتور؟ عنتور
تور. بصراحة مش كتير حزين لأنه أنا النمبر 1 على بيلبورد أرابيا. أنتوا خليتوني النمبر 1 على بيلبورد أرابيا، ولأنه أنا النمبر 1 مو هلا أنا كمان نمبر 1 بكتير بالوعد على الأنغامي، وبعدني ترند 1 على اليوتيوب، وأصغر فنان بتاريخ الوطن العربي وبيلبورد أرابيا بفوت قائمة بيلبورد أرابيا. حفلاتنا عم تكسر الدنيا بكل مكان، وانتو جمهور بجنن، كل ما حدا بيحكي علي بتفتحوا حرطة. يوبرني ربكم شو بحبكم، يوبرني ربكم شو بحبكم. صح ولا لا؟ بحبون ولا ما بحبون يا عنتور؟ شرفك مو هلا. بحبون ولا ما بحبون يا عنتور؟ يا حبيبي انت. ايه شفتوا؟ لا لا. الله يعدمني اياك وتضلك فاضحنا قدام العالم، هيك ضلك فاضحنا. بتقولها على المكان الغلط، وشو بتقولها بالمكان الغلط تقريبا؟ قول انا اسف ولا قول انا اسف، قول انا اسف، خليك تعضني. اي خلص ما تقول انا اسف ولا تعضني، انت زلمه صاير غير محترم. هلا بس نخلص حارمك من الخيار شهرين تضلك على البزر يا حقير. هلا بتشوف. ايه شهرين بلا خيار وفليفله. يفضح عينه بياكل فليفله اكتر ما باكل فليفله مع الفاصوليه بزيت. لا تسبه بيتحسس. ايه حساس يقبرني شو حساس عنتور. راحت الشمس تاركك بالليل برا مع البسس، خلي كل ميوت تحس ببدنك يا حقير. اشوف مين بده يحميك غيري من القطاط. شو طلعك لبرا شو؟ عضوا بسامحك يلا عض. صاير محترم خلص، صار محترم ما بدي اعض. ايه انتو شو اخباركم؟ حاسني مشتاق لكم انا والله، كثير مشتاق لكم. ايه بعرف انتو ما بينخاف عليكم. فوت بدي رد على حدا بلاقيكم رادين عني، وعن 10,000 حدا ممكن يرد عني كمان. كافيين وموفين تقبروني. ابطال ما في مثلكم والله، ما في مثلكم. انا اتحدى اذا في مثلكم بالدنيا. ويلا حمادات وما صار وعي. لا اليوم كنت فاتح على الفيسبوك هيك بكون عادم خلص سمعنا ولا بكون عادم اقلب على الفيسبوك، بلاقيلكم كل واحد سالخ قصة الشامي كيف طلع. واحد سالخ انه في انسان ماسوني طلع بالشامي قال هذا الزلمة لازم يسيطر على عقول البشر بالوطن العربي. شو عمل مولني وسواني فنان. انا شو صرت ماسوني. صح ولا لا يا عنتور؟ شفتوا كيف ماسوني بحت. انا واضحة ما بدها اثنين يحكوا فيها، يعني باينة ماسوني. يعني كيف بيطلع هيك اصغر فنان بياخذ بيلبورد ارابيا وبيحتل اليوتيوب ترند؟ يعني اكيد ماسوني. شفت لكم قصة تانية. قال في واحد كمان قرر يمول الشامي كمان ليسيطر على عقول البشر بس بطريقة تانية، يعني هيك بدون ما يحسوا. هذاك كان عم بيقول واضحة، هذاك عم بيقول بس بطريقة مو واضحة. هو ماسوني بس مو واضحة. بصراحة أنا بأيد إنه مو واضحة أكتر، يعني مو باين علي، لأنه يعني كمان بدها اثنين يحكوا فيها. هذا شكل بني آدم ماسوني طيب يا جماعة، يعني مو باينة شي يا عنتور. شفتوا كيف؟ مو باينة. اوعى تسرب دوالي. اي والله هلا انتبهت. اوعى تحكي خليك على شو لها. اوعى تسرب دوالي، خلينا بالسليم واصحاب عشان ما نيمك برا واحرمك من الخيار شهرين. المهم شو كمان كنت عم بسمع قصص عن حياتي هيك غريبة عجيبة.
شو سمعت قصص غريبة بس عم حاكيكم، عم بتذكر. ايه نزلت مقولة من يومين، ايه دستويفسكي بعتقد. شاهد الشامي يرد على المنتقدين ويقول انا سارقها من دستويفسكي. مش سارقها، حاطط الزلمة انه هو اللي حاكي هيك، انا ما دخلني، انا فنان وليس فيلسوف. شوي اتفلسف بس فنان، ما دخلني بالباقي. او بلاقي واحد شاري ميكروفون ب$5 ونازل على الطريق انت بتحبي الشامي ولا مدري مين؟ يقولني شو مهضوم، انت كتير بتضحك انه شاهد انه احنا عم نشوف جمهور الشامي. بيك مش واحد بالطريق مثلا عمره صغير هيك شوي 2000 وما بعرف 5 6، الحمد لله رب العالمين محبيني من كل الاعمار. بلاقي كمجة بالطريق بتحب الشامي؟ الولد بيقول له ايه لانه بيحب الشامي. يقبرني ربه، يقبرني ربه، لك يقبرني ربه اذا هو وشاب بحب الشامي هيك شاب صغير اول طلعته. الشامي لا عليه خبر عاطل، الشامي لا بيتدخل بشي، الشامي لا بيخبص على السوشيال ميديا، الشامي زي ما بيكتب بيلحن بينزل اغاني وخلاص ليس له. شاهد جمهور الشامي 2005. كلا كتير ذكي انت، ولا منين ورتان الذكاء؟ لك يخرب بيتك بيبهروني، يعني يبهروني عيونك يا عيوني، بيبهروني إلامك، بحكيكي موسيقى يا دقيقة كأنها بهار قدامك، عرفت تشتهي تغني له للزلمة. ولا لك رافع راس بلدك انت وعم تنتقد ابن بلدك. عم بلاقي كمان واحد منهم سالخني التعليق، بلاقي من المحبين والناس اللي كتير بحبهم انا، مصري مثلا، علق له انه رد عليه. بعتز انه تجمعنا بكل الجنسيات على قضية وعلى فكر واحد، هذا شيء كتير بعز علي. بعدين تعال هون انت وياه ولا تعال هون 2005 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. تعرف مواليد 2005 انه صار رجال وبيتجوز وفاتح بيت، وانت قاعد على الفيسبوك عم تلتهي بابن بلدك عم تحكي عليه. لك يخرب بيتك محالك شو ما بتستحي. 2005 انا ببصم لك بالعشرة انه قادر الزلمه يفتح بيت هلا وعم يشتغل وعم يعمل شيء لحياته. انت اللي مالك 2005 شو عم تعمل؟ انت شو كده؟ بعدين تعال هون نحن جيل الالفينات، مو جيل اللي كنا قاعدين نشوف فنان بفوت على الحمام بيطلع من الحمام مدري شو عم يعمل على التي في. بنفلت عالصبت لازم اهدى. شو عم تقول؟ اهدى ولا ما اهدى؟ ها قال لي اهدى، بدري ما اهدى. مهم ما لنا بهالقصة. هو اصلا يا جماعة انه هذا 2004. هو قديش بيكون مواليده اساسا؟ 1999.9، مو 2000. عم ينتهي ل 2000. يقبرني ربك شو ذكي. ولا ليه اخذ الذكاء؟ ها قل له لا اذا عنتور نطق يخرب بيتك شو جوزتين بخرج. ها قل له. واي مواليد 2002 بهدلك. ها انبسط يا 999.9. شو حبي خصم انت؟ يعني انت مواليدك خصم، عرفت؟ الخصم 95%، 99%. تكون مواليدك 1999.9 ومو 2000. الصبر جميل. اي والله. انا مرتبط مع عنتور، صح ولا لا يا عنتور؟ ها مرتبط مع عنتور انا، واحد عبر التالي. لك لا والله مالي معصب، بس بسلوا. هلا قبل كنت عصب صراحة. اول شيء كنت اول ما اشوف هيك انه اتضايق انه ليك عم يحكوا علي ما عملت شيء. بس مع الوقت صرت افهم
روق. افتح لك صفحة انستغرام تسرب لهم اغاني ولا عنتور؟ قال ايه؟ ها؟ شو؟ لازم نعمل عرس يمتد 2 على الانجاز اللي الحمد لله الحمد لله الحمد لله قدرنا نصنعه ونعمل فرق فيه. فنان سوري دمشقي او ابن بلاد الشام عمره 22 سنة اليوم هو النمبر 1 على قوائم بيلبورد ارابيا. هذا الشيء كتير مفرح. مفرح ولا مو مفرح يا عنتور؟ ها مفرح؟ طب افرح لابن بلدك. لك افرح مو لابن بلدك يا اخي، افرح لابن جيلك. جيلك عم يصنع شيء بوقت في حروب وفي ازمات اقتصادية عالمية وازمات سياسية بالاقليم كلياته والمنطقة. انبسط. عم بعطيك سبب لتاخد امل نشوف هالبني ادم اللي كان جاي من مكان كتير صعب الحمد لله رب العالمين حقق شيء كتير حلو. انبسط افتخر قول انا كمان بدي اعمل. ما تقول هذا عامل لانه واحد دعمه ولا هذا عامل لانه هيك. ما تفشل الاخرين وما تحط فشلك على الاخرين. تحفز. انا كمان هيك شوي هلا عصبت بس بدنا نروق عنتور نروق عليهم. يشهد الله يشهد الله اذا كان نجاحي 10% مبهر ف100% مبهر لإلي. 10% مبهر إلكم ف100% مبهر لإلي. والله العظيم لما بروح على سوري سمعانيني؟ بعدكم سمعانيني؟ يشهد الله لما بروح على بلاد بعيدة عن بلادي آلاف الكيلومترات وبلاقي في إلي محبين والله العظيم بنبسط قد الدنيا. ولما بشوف فنان من بلدي أو شخص مؤثر من بلدي بيكون بعيد عن بلده ومو بس من بلدي من جيلي بيكون صانع قصة وصانع حلم وصانع أمل وبشوفه بعيد عن بلاده وعن منطقته آلاف الكيلومترات والناس عم تجي عليه بتحبه والله العظيم بنبهر وبنبسط له وبنبسط لإلي لأنه هذا الشيء مبهر. لأنه فكرة الحب الغير مشروط اللي انتم بتقدموا لي اياها هي فكرة كتير عميقة كتير فظيعة. شو يعني حدا بيحبك لولا سبب لأنك بتعبر عنه بموسيقى؟ شو يعني؟ شو هالفكرة الفظيعة؟ شو يعني بروح على بلد كتير بعيدة عن بلدي أو عن محل ما أنا عايش وبلاقي ناس بيحبوني وأنا ما بعرفهم بس هن بيعرفوني؟ قديه فكرة فظيعة هاي. قديه فكرة حلوة لما أقول بهاي الأماكن وبهذا المكان أنا من هذا الجيل، أنا من هاي البلد، أنا من هذا المكان، أنا هاي قصتي، أنا هاي حكايتي، أنا عملت، أنا قدرت. هذا الجيل ما يعني نحن بعدنا عم نحاول نصنع هويتنا ونصنع صورتنا بالدنيا وبالحياة وعم نحاول نبني شيء وبيوم من الأيام نحن اللي راح نكون بمكان الجيل اللي قبل. فلازم انت تكون مبسوط لما نحن بهاي الاعمار عم نصنع شيء حلو. شو من كان يا عمي انت بشو من كان انت ناجح. انت ناجح واكيد بنبسط واكيد حكفي. بفتح على الانستغرام بفتح على فيسبوك بفتح على تيك توك بلاقي آلاف مؤلفة من الناس حاطين صوري وكاتبين اسمي بيقولوا انه بيحبوني وما بعرف ليه. بس لانه بيحبوني لانه بعمل موسيقى بيحبوها وبتعبر عنهم هن كجيل. صح ولا لا يا عنتور؟ عنتور شي بيطلع بيقول من بلدي ارقامك فيك، شي بيطلع بيقول من بلدي سارق مدري شو. لك شو صار لكم؟ شو صار لكم؟
لك تبعكم انا ولا لك انبسطوا، لك اقسم بالله عشت عمري بفتخر فيكم، مين ما كنت. ما بفكر ولا يعنيني، ولكن اشياء بتفكر فيها هيك عميقة بينك وبين حالك. انا الحمد لله انه هو عم يحكي، هو قاعد ببيته عم بيكتب لي كومنت ايا كان انا وين وهو وين. انا الحمد لله ناجح بحياتي وعامل شيء الي ولنفسي ولعائلتي، ورافع اسمي واسم بلدي واسم منطقتي واسم جيلي، وعم بعمل الشيء اللي انا بحبه نهاية. انا مش متأثر، بس بزعل على الافكار، لانه حلو تفكر بايجابية بالناس. أنا عم حاول افتح الجيستات وصار ساعة بس ما بيفتحوا. شو شعورك نحن بنسمع اللي بداخلك؟ انتوا بتسمعوا موسيقتي وانتوا بتسمعوني بكل حالاتي. لما بيجي بيخطر على بالي اكتب لكم شيء على تويتر او على انستغرام او بالحفلات او بالموسيقى او باي شيء، وبكفيني انه انتوا ومنكن قلال انتوا صرتوا هلا مئات الملايين اللي عم تفهموا وتحبوا هذا الشيء. وهي هذا الشيء ما لازم حدا يفتخر لما يقول انا ما فهمت. اذا فيك مشكلة اذا انت ما فهمت. لما بتقول الجيل الاصغر مني فاهم وانا ما فهمت، فيك مشكلة. انت راجع حالك، تعمق بالموسيقى، افهمها. ما تقول كيف عم يفهموها وتزموا للناس، لانه في مئات الملايين عم تفهم هي الموسيقى وعم بتحبها وبتتعلق فيها وعم تغنيها كل يوم. انت اللي فيك مشكلة، ما تركب عيوبك على حدا. اذا منك ملاحق الموسيقى العالمية وشو عم بصير بالدنيا كلياتها والناس برا شو عم تشتغل، ما تيجي تقول هدول الناس شو عم بيسمعوا وكيف عم يسمعوا وكيف عم يفهموا. وبيوم من الايام انا متأكد حنكبر مع بعض وحنكون بمحل كتير 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 حلو كلياتنا. ارسبت شو بتهدين لاني ارسبت يا عم مش بحبكم، يا عم مش بحبكم لما في الصبح وبقرا مسجاتكم الحلوة ولطافتكم وهبلكم. يا الله شو بتجننوا انتو. حبيبي يا شيف، حبيبي انت. انا بفتخر بكل حدا هيك عم يدعم ويوقف بهذا الوقت. وانت كمان وقف معي بالوقت اللي انا معزول بالبيت، لانه ما حدا عم يوقف معي. لا والله في ناس توقف معي، بس عن طور بطل الابطال، عن طور بطل كسر لي عزلتي. قد ما بقعد بالبيت خلص انا معي عن طور، مكتفي، ما بدي شي من الدنيا، معي عن طور. شو عن طور؟ قررنا دوالي. قررنا دوالي. هلا باذن الله عنا بكل يعني بكل القارات تقريبا يعني ما عدا الصين يمكن ما عنا حفله فيها. الحمد لله رب العالمين. عنا بامريكا وعنا باستراليا وعنا باوروبا وعنا بالشرق الاوسط بكل مكان يعني. الحمد لله رب العالمين. مثل ما وعدتكم انه حنلف العالم مع بعض ونلتقى بكل مكان. هي السنه خصصتها لحقق هذا الوعد. بس ولا عبود شكله عن ساحب عن المغرب، يقبرني رب المغرب. كان بغيك بزاف وحب وحنان. لا مش ساحب والله. هلا ما بعرف شو الاول، مصر او ليبيا او لبنان او المانيا، يمكن ما بعرف شو الاول، بس الاكيد انه كلهم حزورهم وكلهم حنعمل حفلات حلوه فيهم. هلا انت ما خبرتني عن تور، جيب لك ضرة ولا لا؟ ضرة بدك ضرة ولا شو؟ شو ها
شو؟ ليه بيحبوك هيك؟ ما انا بحبك؟ ها؟ طب ما تعض، طب ما تقن عن، طب بس خليني اخذ بوسة ايد، بوسة ايد، ما بأذي والله ما بأذي. إيه. تحقير؟ عض، يلا عض، يلا عض وما حاحكي شي. دخل الله. انا عنتور الشرس، شفتوا قد ايه شكله لطيف وقد ما بيأذي حدا، بس اذا حدا تعرض له مأذي، بذكرني بحدا. سؤال، نحن بدنا نشوفك ولا نشوف عنتور؟ انا بحس بدكم تشوفوا عنتور صراحة. هيك عم تسألي لي فانزاتي ولا؟ حرامي. بس إذا هو ما فتحت معكم هيك، صار لي فترة معزول هيك شو اسمه، حسيت اني اشتقت لكم كثير وما حبيت اخبركم فخبرتكم امبارح. المهم انا اللي فتحت اقوله انه عنا كتير اشي حلوة جاي. انا مبسوط انتو وين حاطيني بالمحل اللي انا فيه الحمد لله. واكتر شي بيبهرني اللي كنت عموله قبل شوي، انه كتير فكرة عظيمة وكبيرة بالدنيا انه تكون في هالقد ناس بتحبك لا انت ما بتعرفها بس هي بتعرفك وهي بتحبك وهي بتفكر فيك وهي بتقدم لك وهي بتدعمك وهي بتساعدك. هاد شي كتير كبير وانا ممنون له للابد. حضل ممنون لكم